شوف، بخصوص المنشور ولا الفيديو اللي يتكلم فيه المحامي بين قوسين، هذا بيطام اللي يعني يريد أن يسوق بروباغندا التخويف والترهيب. هو في الحقيقة هو ناقل، ينقل عبارة عن بوستمان، يعني فاكتور واحد على بلوش كاين، تكلم على الصيغة القانونية. العيب موش فيه، ولو أنه هو ربما يتفاخر بهذه العقلية الأمنية، وعندما يصبح محامي أو أستاذ ولا مواطن بكامل قواه العقلية يتبجح بالقرارات الأمنية لتخويف وترهيب المجتمع، هنا كاين مشكل نفسي كبير، وكاين خلل نفساني كبير، وعنده عدة مسببات، ولكن هذا مش مدعاة للتفاخر. ولهنا نذكر كلمة عبد الحميد مهري اللي قال: الديمقراطية التي تحميها الدبابة ديمقراطية مريضة. والمواطن اللي يصبح يفرح بمظاهر القوة والدبابة وكذا، هذا مواطن في الحقيقة عنده خلل وتشوهات فكرية ونفسية تأثر على السلام المجتمعي المستقبلي. النقطة الثانية، الدولة اللي تخوف وترهب المجتمع عن طريق العقلية الأمنية، وباش تحمي وجودها السياسي أو تتحكم في صناعة القرار السياسي عن طريق الترهيب، هذا موش معناه أنه عنده قوة، عنده خوف، وعنده غياب شرعية ومشروعية. الشرعية لأنه موش منتخب وما جابوش الشعب مفهوم العام، لأنه عندما يكون انتخاب حقيقي كاين شرعية حقيقية، يكون فيه تنافس شريف، واللي تجيب لك المشروعية البرامج والمشاريع وهكذا. أما كي يكون عندك شرعية ناقصة، شرعية مريضة، شرعية مبنية على قررنا واختيار الشعب، هذه شرعية مريضة تأثر على مستقبل الدولة ومستقبل المواطن قبل الوطن. النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الترهيب عندما يصبح تفاخرا، وعندما يصبح هو الذي تستطيع أن تحكم به المجتمع وتحكم به الدولة، هنا في الحقيقة راك تمهد لانهيار مفهوم الوطن ومفهوم الدولة، ربما ليس على المستوى القريب ولكن على المستوى البعيد. هنا لابد نفهموا أن عقلية التسيير والتدبير لابد تكون مبنية على العدالة وعلى الحرية اللي تخلي الإنسان ينتقد ويخلي الإنسان يتكلم. إذا كان أنت واحد معارض أو أنت تصنفه، أنت اللي صانع القرار يصنفه إرهابي، ويجي واحد يدير له إعجاب لايك جام، يصبح ترهيب وتخويفه ب5 سنوات سجن، هنا معناه كاين فيه انحدار وكاين فيه تخلف في مفهوم الحكم. النقطة الثانية هو عندما تصبح النخب أمثال هذا المحامي يتفاخر ويتبجح بهذا القانون ويقول أنه فيه دكاترة وكذا، هذا عيب وعار. النقطة الثالثة، هل هذا سيساهم في قوة الدولة وفي قوة المجتمع وتماسكه؟ لا، مش حيساهم في هذا، بالعكس حيصنع تفكيك وحيصنع ثقافة أنه تعارض وتتعامل عن طريق العمل السري، وهذا مهدد كبير لمفهوم المجتمع المدني والرأي الحر. النقطة الرابعة هو أنه كل هذا مش راح يصنع لك مواطن قوي ولا دولة قوية ولا مؤسسات قوية، قد يصنع لك ترهيب، قد يصنع لك حكم ولكن مؤقت، واللي راح يساهم في تفكيكه هم هؤلاء ما يصنعون هذه القرارات. في الأخير نظن أنه إذا فيه عقلاء يجب أن يتوقفوا فورا عن هذا العمل اللي فيه نوع من المراهقة السياسية. حتى لو كان هذا الإنسان تشوف فيه أنك أنت صنفته إرهابي بمنطقك أنت بحكمك أنت، لا يعني أنك تصبح تعاقب من يضع إعجاب ولا لايك ب5 سنوات سجن، وإلا أنت عندك خوف. إذا أنت عندك شرعية وهذا إرهابي، إذا المواطن هذا والدكتور والنخب والمواطن العادي اللي يشوف في هذا الإنسان ماشي إرهابي، واللي يشوف هذا التنظيم ماشي إرهابي ودار إعجاب، ما تقدرش تدخله 5 سنوات سجن. هذا يسمى نوع من الجنون الأمني قبل السياسي. ولكم السلام.